السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد، وبسم الله نبدأ وصفة جديدة. النهاردة هنعمل الأكلة المعروفة عند كل الناس، البيض الأومليت، بس هنعمله بطريقة مختلفة شوية. يعني هي في الحقيقة، يعني بصراحة ربنا كده، هي مش من أكلات المطبخ المصري، هي في الحقيقة من أكلات المطبخ الياباني. بس هي لطيفة بتخلي حجم الأومليت تخين وسميك، وما تصدقش مثلا ان دي بيضتين او 3. لا، يعني أما اول ما تشوفها تقول ايه ده 5 6 بيضات بس. وكمان بتبقى هشه كده، هو زي القطن، وبتبقى طعمها حلو جدا. فان شاء الله نعملها مع بعض، ويا رب تعجبكم. بسم الله. هي اصلا ممكن تتعمل ببيضتين، بس انا عاملاها بصراحه ب3، يعني ايه، قلت اخليهم بالوتر. بسم الله. اول حاجه هنعملها ان احنا هنفصل الصفار عن البياض. بسم الله. هنا احنا فصلنا البياض عن الصفار. هنحط معلقه سكر على البياض، معلقه صغيره، وقبل ما نسيب كده الصفار هنحط عليه حبه ملح. طبعا هو في المعتاد ان احنا بنحط في على البيض ملح وفلفل، بس هي في الوصفه ديت ما بيحطوش فلفل خالص. تمام. وهنحط ندعه خل، يعني تعتبر معلقه صغيره على الصفار عشان الزفاره. وعلى فكره ممكن ما تخلوهاش، ممكن ما تبقاش خل، ممكن تبقى حبه فانيليا، يعني الناس اللي بتحب الطعم اللي يميل للحاجه الحلوه اكتر، سويتي اكتر. تمام. فقبل ما نشتغل في البياض، هنعمل كده الصفار سريعا. بسم الله. بسم الله. تمام. وبعد كده هنبتدي نضرب البياض. مش هتتضرب بشوكه زي ما احنا بنعمل البيض الاومليت، لا، هنعمله بمضرب. وهي بقى يعني تقريبا هي دي الفكره بتاعت طريقه عمايل البيض. بسم الله. والقصه كلها ان احنا هناخد وقت شويه في في الضرب، علشان يبقى القرص هش، ويبقى البياض كله داخله هوا. هنضرب وقت طويل شويه، لاننا كل ما هنضرب زياده كل ما البياض هيرتفع معانا وهيبقى فلافي او هش زي القطن كده. وهو ده السبب في ان هو بيدينا ايحاء ان احنا عاملين ضعف كميه البيض. يعني الاول وهله العين تقول انها مثلا معمول 5 6 بيضات، وهي في الحقيقه بيضتين 3. فهو كل المجهود بتاعها في عمليه الضرب هتاخد مننا 5 دقايق في الوقت، وبالمجهود مضرب البيض.
بعد ما خلصنا ضرب، قعدنا حوالي 3 4 دقايق ضربنا البياض. بعد كده هوت هنحط عليه بسم الله الصفار اللي احنا كنا فاصلينه. تمام. وهنبتدي نقلب يعني من فوق لتحت كده علشان ما نضيعش الهواء اللي احنا دخلناه في البياض. تمام. هنا على طاسة سخنة هنرش بس كده رشة زيت بسيطة، لان هو هيتعمل لا اما بالزبدة لا اما بالسمنة، بس هنقول دلوقتي هتتحط امتى الزبدة او السمنة. هو بصراحة في الاساس بيتعمل بالزبدة، بس يعني انا بحب مذاق السمنة اكتر، وطبعا دي حسب الرغبة. هبتدي انزل. هنا هنوطي خالص على نار هادية عشان يستوي كويس. احنا هنا بس هنفرده. زي ما انتوا شايفين كده اهوت. تمام. حلو قوي كده. لحظة. بننزل كل حاجة من على السباتولا. تمام. بس كده هيتساب على نار هادية حوالي 5 دقايق، وهنغطيه علشان خاطر يكتم البخار ويدي لون حلو من تحت. هستنى ونشوف بقى لونه عامل ازاي. هنا هوت رفعنا ال 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 القرص، وهنحط حتة السمنة زي ما قلت لكم قبل ما نقلب. حطينا حتة السمنة زي ما شفنا. ماشي. ومش هنقلب القرص الوش التاني زي اي قرص اومليت، لا ده احنا هنعمله زي الساندوتش كده اهوت نص قارب. تمام. بالمنظر ده. هنحاول نلزق بس الاطراف في جدار الطاسة علشان تستوي معانا، برضو على نار هادية جدا. واحنا بنقلب طبعا شفنا مع بعض واحنا بنحط حتة السمنة او حتة الزبدة، واحنا بنتني القرص بنحطها، واحنا بنتني القرص بيبقى هو ده يعني التوقيت المناسب لحط السمنة.
بسم الله. هنا بعد ما اتأكدنا ان هو تمام واستوى وبقى زي الفل، بس كده اهوت. بسم الله. هيتحط في الطبق وبألف هنا وشفا. منظر هو فظيع. بص المنظر، ال 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 البيض، بص ما شاء الله. بص اكنه قطن من جوه. بصوا فلافي قوي، ناعم قوي، جميل قوي، والطعم تحفه. حرفيا الطعم تحفه، جميل جدا جدا. ممكن يتعمل شرايح ويتحط في الكايزر، في السندوتشات. المنظر دوت لو انت عملتي القرص الاومليت 3 بيضات عادي، مش هيرمي معاكي زي ما ده بالتخن دوت هيرمي معاكي سندوتشات للاولاد الصبح كتير، ضعف الكميه. وكل ده بسبب الضرب بالمضرب، ده اللي بيخلي الارتفاع عالي وبيخلي الكميه تزداد بالمنظر ده. يا رب تكون الوصفه عجبتكم وتستفيدوا بيها ويكون نالت اعجابكم. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي في وصفه جديده. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.